دور الرجل في الأسرة. دي أول حلقة من سلسلة حلقات أنا بقالي فترة والله عايز أعملها، لأني بقيت شايف إن في رجالة كتير الواحد منهم بيتجوز وبيخلف وعياله بيكبروا وهو فعليا والله مش فاهم أصلا إيه دوره في الحياة، ولا كزوج ولا كأب، وعايش كده وخلاص. وده للأسف أحد أكبر أسباب دمار الأسرة، اللي هي وحدة تكوين المجتمع وبالتالي دمار المجتمع ككل. الموضوع ابتدى من زمان قوي، من أيام ما كان بيتقال لنا في المدرسة اكتب 10 صفحات عن فضل الأب والأم، فكنت بتكتب 9 صفحات ونص عن الأم، وهي التي تحمل 9 أشهر وتتحمل الألم وتسهر وتربي وفي الآخر خالص سطرين كده، في آخر سطرين بتقول كلمتين كده عن الأب وهو اللي بيشتغل وبيجيب فلوس، وخلاص اتعشت على كده. وحتى السطرين دول أحيانا ما كانوش بيتكتبوا وكانت بتعدي عادي يعني. وعشان الكلام ده كان بيعدي عادي، كبر الجيل ده وبقى هو ده فهمه ان الاب كل شغلته ان هو بيشتغل وبيصرف وبس، وبقى شايف ان هو كل واجبه انه يشتغل ويصرف. ده حتى الصرف للاسف في ناس منهم محسوبين علينا انهم رجاله من النوعيه اللي بيقول لك انا اول الشهر باخد الفلوس اديها للمدام وهي بقى اللي تصرف، انا ماليش دعوه. يا فرحه امك بيك. وطبعا لما تحتاج فلوس تروح تطلب منها تدي لك المصروف في ايدك بقى، مش كده؟ يا ريتها بركت عليك لما خلفتك ولا خلتنا نشوف الاشكال دي. طيب احنا علشان نفهم دور الراجل في الاسره خلينا نقسمه لكام حاجه هنتناولهم على كذا حلقه. اول حاجه بناء وفهم واستعداد، تاني حاجه تقويم ومحافظة، ثالث حاجة تخطيط وحماية، ورابع حاجة إرشاد وتوعية. النهاردة هنتكلم على أول حاجة اللي هي بناء وفهم واستعداد. أول حاجة من دور الراجل في الأسرة بتبتدي من قبل ما يكون عنده أسرة أصلا، بناء وفهم واستعداد. يعني إيه بناء؟ بناء شخصيتك بكل جوانبها بشكل صحيح، بناء عقلك، بناء علمك سواء دنيوي أو شرعي، ولازم يبقى عندك الاتنين حتى لو مش بشكل كامل، بس لازم يكونوا موجودين. بناء خبرتك في شغلك وبناء مجال عملك او الكارير بتاعك، بناء رأس مال كافي مش بس للزواج لكن للحفاظ على مستوى مادي مستقر حتى بعد الجواز. طيب تاني حاجة الفهم. يعني ايه فهم؟ فهمك للعالم، فهمك لكل حاجة حواليك، سوق وتجارة واقتصاد وسياسة، فهمك لشخصيات الناس وكيفية التعامل مع كل شخصية، فهم العقلية المرأة وازاي تتعامل معاها. ما انت هيجي عليك وقت وتتجوز، وللأسف معظم الشباب بيتجوزوا وهم مش فاهمين أي حاجة عن الستات إطلاقا، ودي هعمل لها سلسلة حلقات لوحدها غالبا هتبقى بعد السلسلة دي مباشرة، فولو عشان ما تفوتكش. فهمك لنفسك، لمميزاتك وعيوبك على وجه الحقيقة، والخروج من كذبة إن أنا أصلا إنسان كويس ولو غلطت الغلط ده بيبقى مش مقصود. لازم تعرف عيوبك قبل مميزاتك وتواجه نفسك بيها. ثالث حاجة الاستعداد، وده بيجي نتيجة الخطوتين اللي قبله، البناء والفهم. طيب الاستعداد لإيه؟ لكل حاجة. مثلا مفيش حد بيحب يتخانق، بس انت لو اتحطيت في خناقة غصب عنك مستعد تدافع عن نفسك؟ اتعلمت اي نوع من الفنون القتالية؟ طيب حوشت مبلغ كويس للطوارئ ما بتجيش جنبه علشان تكون مستعد لو في اي ظرف طارئ حصل غصب عنك؟ مستعد ان انت تاخد القرار الصعب بانك تسيب وظيفتك او صاحبك او حتى مراتك وقت ما تلاقي ان تأثيرهم عليك سلبي وبيدمروا حياتك ولازم تاخد خطوة تنقذ بيها نفسك؟ طيب مستعد ان انت تضحي براحتك ومجهودك وفلوسك علشان اسرتك؟ مستعد تموت عشان هم يعيشوا؟ مرحلة البناء والفهم والاستعداد في رأيي المتواضع بتخلص على حوالي عمر 30 سنة، ممكن قبل كده بشوية، ممكن بعد كده بشوية، وطبعا في حالات نادرة لناس خلصوها قبل كده بكتير، وفي حالات برضو نادرة لناس ما وصلوا لهاش أصلا لحد ما ماتوا. لو إن الحاجات دي مش موجودة عندك أرجوك بلاش تتجوز لغاية لما تبقى موجودة عندك، ولو متجوز فعلا الحق اشتغل على نفسك وبلاش الغفلة اللي انت فيها دي. الجزء الثاني من دور الرجل في الأسرة واللي هو التقويم والمحافظة، وتقريبا كل حاجة هقولها في الجزء ده معتمدة تماما على الجزء اللي فات. ده التطبيق العملي للحاجات اللي الراجل المفروض يكون اتعلمها وفهمها بالفعل. طيب يعني ايه التقويم؟ التقويم في اللغة هو رد الشيء لقيمته او وضعه الصحيح، زي تقويم الاسنان كده، انك ترجع الاسنان لوضعها الصحيح. طيب يعني ايه في الاسرة؟ يعني انك لما تشوف شيء غلط تصححه، ولما تشوف مايل تعدله وما تسكتش عليه. طيب ليه الراجل هو اللي ملزم بالدور ده بالذات؟ علشان ربنا هو اللي قال الرجال قوامون على النساء.
طيب ربنا ما قالش قوامونا على الأسرة ليه؟ علشان القوامة على الأسرة مشتركة ما بين الرجل والمرأة. السبب بقى ان الرجال قوامون على النساء ده موضوع تاني، ولو عايزين نتكلم فيه قولوا لي في الكومنتات. طيب هل القوامة المذكورة في القرآن المقصود بيها التقويم فقط؟ لا، التقويم هو أحد جوانب القوامة. طيب أنا ليه بتكلم على التقويم تحديدا وسايب القوامة؟ أولا لأن مفيش وقت كافي، الموضوع القوامة طويل جدا ويطول شرحه. ثانيا لأن ده أكتر جانب من جوانب القوامة أصبح غايب عن الرجال في الزمن ده. زي ما قلنا في الجزء الأولاني إن كتير من الرجال فاكرين إن وظيفتهم في الأسرة إن هو يشتغل ويصرف بس، رغم إن إحنا لما بنشوف طفل بيشتم ولا واحدة بتتصرف بشكل مش كويس في الشارع أول حاجة بتتقال هي العيال دي أهاليهم فين؟ طب إيه الهدف الأساسي من التقويم؟ ركز معايا قوي، الهدف الأساسي من دور الرجل في تقويم أي سلوك خاطئ بيشوفه من أسرته هو الحماية. للأسف كتير قوي من الستات والبنات بيفرقوا ما بين حق الرجل في القوامة والتقويم وواجبه في الحماية. شايفين ان الراجل لما يقول ان هو لازم تسمعي كلامي ده كده ديكتاتور ورجعي ومتخلف، وفي نفس الوقت متخيلين ان حماية الراجل ليها تتمثل في انه يقف ويتخانق علشانها في الشارع زي بوحة الصباح كده. طبعا ده تخلف. انا كراجل اول خطوه بعملها علشان احمي اسرتي اني بخليهم ما يتحطوش اصلا في مواقف فيها خطوره عليهم من البدايه. فواجب عليا اني اقول لزوجتي وبنتي البسي لبس محتشم وما تتعامليش بمياصه مع حد في الشارع، وواجب اقول لابني اياك تبتدي بالخناق والشتيمه مع اي حد. ساعتها انا لو حد قرب ناحيه اهلي انا هاكله باسناني، لان انا عارف انهم محافظين على نفسهم وما عملوش حاجه غلط. لكن تجي لك واحده وتقول لك انا البس اللي انا عايزاه واخرج وقت ما انا عايزه واروح في اي حته انا عايزاها وماشيه زي الرقاصه في الشارع، وتروح متصله بجوزها الحق في حد بيعاكسني، والمفروض ان كل 5 دقايق البيه يسيب شغله ولا ينزل من بيته ويطلع يجري في الشارع علشان يلحق الهانم ويتخانق ويرجع بقى متعور او هدومه متقطعه والله اعلم يمكن التاني يطلع مطوه. كل ده علشان الهانم فاكرة ان لما يقول لها تلبس عدل يبقى بيتحكم فيها. علشان كده بقول الزوجة الفاسدة الناشز هي اكبر كارثة ممكن تحصل لاي مغفل يتجوزها، لانها باسلوبها هتفضل كل يوم بتدخله في مصيبة سواء مع الناس او مع اهله او حتى مع اهلها شخصيا، وهو اكتر شخص هيتأذي. اسمع دي كويس، انا ما اقدرش احمي حد ما بيعملش اللي انا بطلبه منه علشان احميه. مش عايزة تسمعي كلامي اتفضلي اخرجي بره بيتي، لاني مش هسمح انك تحطي نفسك وتحطيني معاكي في خطر انا في غنى عنه. الكلام ده حتى في قوانين الدول. يعني مثال بسيط، انا لو عايش في بلد وما اتبعتش قوانينها، يعني مثلا سايق في عكس الطريق وخبطت واحد او حد خبطني، هل ينفع اروح اشتكي؟ لا طبعا، انا اللي غلطان، انا اللي ما اتبعتش القانون اللي بيحميني. افترض يا سيدي ان انا دخلت في اي تجارة مشبوهة وفي حد عورني في وشي، هينفع اروح اعمل محضر في اللي عورني؟ لا طبعا، هتسأل انا كنت فين ومع مين وايه اللي وداني هناك، وهتحبس في الاخر، لان في الاخر في قوانين محطوطة علشان تحميني، وانا لو خرجت عنها محدش مسؤول عنه. طبعا التقويم مش في اللبس بس، لا ده في كل حاجة، لان الحماية مش الحماية الجسدية بس. انت واجبك كراجل انك تحمي اهلك فكريا، ابعدهم عن الافكار الغلط. واجبك انك تحميهم روحيا، ابعدهم عن اي حاجة بتبعدهم عن دينهم وعن ربنا. ده مفهوم التقويم، وجزء كبير جدا من المفهوم الاكبر اللي هو القوام. يتبقى عندنا المفهوم الثاني اللي هو المحافظة. احنا قلنا في الاول التقويم والمحافظة. طيب يعني ايه المحافظة؟ ده الجزء اللي الراجل مسؤول فيه عن حماية أسرته بعيدا عن تقويمهم هم. دي القرارات اللي هو بياخدها لحمايتهم، زي مثلا ان هو ياخد شقة في مكان كويس على حسب مقدرته علشان المكان ده هيكون فيه مدارس احسن وهيكون فيه ناس افضل وجيران واصدقاء احسن لاولاده. انه يحافظ عليهم بانه يعلمهم افضل تعليم، لان ده اللي هيأمن لهم مستقبلهم. انه يحافظ عليهم بانه يعلمهم الصح والغلط، لان ده اللي هيضمن اخلاقهم واحترام الناس ليهم في المستقبل. الجزء الثالث من دور الرجل هو التخطيط. طبعا الجزء ده مرتبط ارتباط وثيق بالجزء اللي فات واللي قبله. ما هو الراجل لو ما اتعلمش زي ما قلنا في الجزء الاول مش هيعرف يخطط، وطبعا جزء من التخطيط معتمد على التقويم اللي اتكلمنا عليه في الجزء الثاني. طيب ايه معنى التخطيط؟ التخطيط هو انك تحط هدف وترسم خطوات الوصول للهدف ده. انت لو حطيت هدف ونفسك تحققه من غير ما ترسم لنفسك بدقة ايه الخطوات اللي انت محتاج تعملها علشان توصل للهدف ده، يبقى انت بتحلم
بتنام مش بتخطط، روح اتغطى ونام. يمكن اكتر حاجه بتحرق دمي في الشباب الصغير الايام دي انك لما تيجي تساله ايه خطتك للفتره اللي جايه من حياتك تلاقيه تنح ومش عارف يرد. يا ابني انت ما انتش عارف حياتك رايحه بيك لفين؟ ما عندكش اي هدف من اي نوع؟ اسمع كويس، انت لو ما مشيتش دنيتك علشان توصلك لهدفك، دنيتك اللي هتمشيك بعيد عن هدفك عشان توصل غيرك لهدف. حياتك ووقتك يا اما اداة في ايدك يا اما اداة في ايد غيرك. نفسك تتجوز؟ كويس قوي، يبقى اول خطوة انك لازم تخلي نفسك عريس ما يترفضش. ازاي؟ اشتغل وخليك ناجح في شغلك، اهتم بمظهرك، خلي شخصيتك تدل على راجل قوي متحكم في حياتك بشكل ناجح علشان غيرك تحب تيجي تعيش معاك الحياة الناجحة دي. ما تفكرش اصلا في الجواز ولا تعلق اي حد بيك لغاية لما توصل للمستوى ده. اي حاجة غير كده عبارة عن تشتيت عن هدفك. خطط كل يوم من الصبح لحد بالليل هتعمل ايه، واستخدم جوجل كالندر هينفع معاك جدا لو حبيت، وحط لنفسك الجدول اللي يخليك تشتغل على كل حاجة في حياتك انت حابب توصل لها، شغل، نوم، تمرين، لعب، قرايه. انت كشاب المفروض ما تحسش ان عندك دقيقه واحده فاضيه في حياتك، لان عندك خطط لتطوير نفسك وجسمك وعقلك ما بتخلصش. وحط لكل خطه بديله علشان ما تحطش البيض كله في سله واحده ولما تفشل خطتك تقعد على جنب وتعيط. السكه دي ما وصلتكش، دور على سكه تانية غيرها، وعينك على هدفك زي الصقر ما تسيبهوش غير لما توصل له. الاهم من كده ان انت لما تكون زوج واب انت هيبقى مطلوب منك تحط خطط لاسرتك كمان، زوجتك واولادك، ازاي تخليهم احسن، ازاي تحسن من حياتهم في كل حاجه، ازاي انت هتقدر تخطط مستقبل اسره كامله وانت كل اللي تعرفه عن مستقبلك هو انك بتنام بالليل وبتصحى الصبح. انا اسف اني هقولك انك لو ما بتعرفش تخطط صح وتوصل لهدفك اللي بتخطط ليه وسايب الدنيا ترميك مطرح ما ترميك، انت ما تنفعش زوج ولا اب. بس ليك عندي خبر حلو، انت طول ما انت بتفكر في هدفك وبتسعى ليه وبتخطط وبتنفذ، ربنا بيسخر لك الظروف والاسباب علشان توصل للهدف اللي انت عايزه. والله في واحد اعرفه كان بيقول لي انا اعجز عن ذكر المرات اللي بيبقى فيه حاجه بسعى ليها من شهور او سنين وعامل لها خطه وبحارب علشانها، وفجاه سبحان الله بلاقي الظروف اتغيرت والحاجه اللي انا عايزها حصلت بشكل يختلف تماما عن اللي انا كنت مخطط له. وبدل ما انا كنت عامل حساب ان انا اوصل للحاجه دي بعد سنه، بلاقيها هي اللي جات لي دلوقتي. السلام عليكم. الجزء الرابع والاخير من دور الرجل في الاسره هنتكلم عليه النهارده، وفي رايي اهم جزء من دور الرجل في الاسره على الاطلاق اللي هو الارشاد والتوعيه. في بعض الناس ممكن يكونوا عارفين ان اهتمام وحب الام للطفل من سن شهر لغايه حوالي 9 سنوات اكبر عامل مؤثر في الاستقرار النفسي للطفل. بس للاسف ناس كتيره مش فاهمين ان اكبر عامل مؤثر في الاستقرار العقلي والفكري للطفل هو وجود وارشاد الاب في فتره الطفوله عموما، وبالذات من بعد 9 سنين لغايه النضوج بشكل كامل، وبيستمر بعدها كمان لغايه اخر عمر الاب. الاحصائيات اثبتت ان اكتر عامل مشترك بين اكتر من 80% من المجرمين هو غياب الاب او غياب دور الاب. دي كلمه كده للستات اليومين دول اللي مستسهلين الطلاق وخراب البيوت. طيب ايه دور الاب هنا؟ دوره انه يبدا دايره تكوين الراجل اللي هو مر بيها قبل كده مع ابنه او مع اولاده من جديد. زي ما كانت اول خطوه بالنسبه له هي البناء والفهم والاستعداد، زي ما دوره مع اولاده في الارشاد والتوعيه هو اللي بيساعدهم ان هم يبنوا ويفهموا ويستعدوا. طيب التوعيه والارشاد في ايه بالظبط؟ تقريبا في كل جوانب الحياه، تعليم والكيفيه الصحيحه لتحصيل العلم، فهم الشخصيات الناس وكيفيه التعامل معاهم، فهم الجنس الاخر وكيفيه التعامل معاه، المساعده في القرارات المصيريه في الحياه زي اختيار الجامعه او الزوجه او الوظيفه، انه يحذر ولاده وقت ما يلاقيهم ماشيين في سكه غلط يقول لهم لا الطريق ده انا عارفه بخبرتي اخرته مش كويسه ما تمشيش فيه، انه لما ولاده يبداوا يتعرفوا على اصدقاء غلط يقول لهم لا ما تتعرفوش على النوعيه دي من الناس، وبالتالي ده بيساعد اولادهم للوصول لقرارات حياتيه افضل. وده الشيء اللي استقر عليه كل العلماء والباحثين ان افضل شيء لتربيه الاولاد هو وجود الاب والام مع بعض. طيب ليه الام لوحدها ما تقدرش تقوم بالدور ده بالشكل الصحيح؟ ده بقى سؤال هنجاوب عليه في السلسله اللي جايه ان شاء الله، اللي هي الدليل الشامل لفهم عقليه المراه. لو عايزين نبدا السلسله دي قولوا لي في الكومنتات، وما تنساش لايك وفولو